ايه اللي خلاكي تتجهي وتحضري كورس الرقص؟ you built a community من الناحية دي. حتى الكلاس نفسه الصغير اللي هو فيه 20 واحد ولا 25 واحد that's it. it's very nice. أنا عارفاكي وفي نفس الوقت إن هو حاجة ليها علاقة في الفيمينينيتي. من إحدى الحاجات اللي بتساعد حاجة اسمها دانس ثيرابي. التفاؤل صفاتها الأساسية. معانا دكتورة ولايف كوتش وفنانة بنتي سيرين. ازيك يا عيشة، عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة؟ يس. ممكن تعرفيني عن نفسك؟ أنا دكتورة سيرين، أنا أصلا دكتورة أسنان وعملت ماجستير كمان. وبعد كده اتجهت بقى ناحية الهيلينج والشفاء النفسي ومش عارفة ايه. فبقيت لايف كوتش وفاميلي كونستليشن فاسيليتيتور وريكي تيتشر وان ال بي براكتيشنر. فدخلت بقى المجال ده شوية عشان بحب قوي الصحة النفسية، فده ساعدني أنا شخصيا. فلما أنا اتساعدت فأنا عايزة أساعد الناس. واو، حلوة قوي ده. طب ممكن تقولي لنا ايه طبيعة شغلك بالظبط علشان الناس تفهم؟ لان احنا بقت يعني الفترة الاخرانية بقت كتير قوي كل حد بيقول لايف كوتش وانا شايفاكي دارسة حاجات كتير. انا دارسة حاجات زيها بس يعني انا ما اشتغلتش. بس قولي لي برضو الناس تبقى فاهمة ايه لايف كوتشنج. يعني لو حد عنده هدف عايز يوصل له، انا ممكن اساعده بان هو انور له حاجات وهو يطلع الاجابة لنفسه. ده بس جزء. الجزء التاني بقى لما بتاخدي حاجات علاجات شفائية من ناحية صدمات طفل وانت صغيرة، علاقات متكررة في حاجة مش مظبوطة، عندك مشاكل مع الفلوس، عندك أفكار عايزة تصلحيها عن نفسك، عندك ثقة في نفسك عايزة تحسنيها. ده برضو حاجات من التكنيكس اللي أنا اتعلمتها من الهيلينج ان جنرال، زي ال NLP practitioner والفاميلي كونستليشن فاسيليتيتور والريكي. كل دول تكنيكس اتعلمتها للهيلينج، للشفاء، للواحد يطلع to be اكتر نفسه الحقيقيه. اوكي، حلو قوي. يعني انا بشوف ان ده ميكس حلو ان انت واخداه بحيث ان انت تساعدي الكلاينت اللي قدامك ان هي تبقي فاهمه طبعا اكيد الحاجات. بيزود الوعي كمان وبيزود وعي نفسك. اوكي، اثر عليكي في ايه؟ يعني انت ايه اللي حسيتي فيه بتحسن او ان انت احسن او ان انت افضل فوصلك لمرحله ان انت عايزه اساعد الناس زي اللي انا وصلت له؟ ده ايه؟ انا اكتر حاجه كنت بعاني منها ان انا مش واثقه في نفسي خالص. ما كانش عندي خالص تقدير لنفسي ولا فاهمه نفسي ولا اي حاجه ومش عارفه اصلا اعبر. فرحت لحد يساعدني، اداني كورس كامل ببلاش. حضرت 6 شهور معاه ببلاش وغيرني بصراحه. بدات الافرميشنز وبعد كده خدت 1-on-1 سيشنز وبعد كده بدات بقى فاميلي كونستليشن. لما انا رحت بنفسي بقيت ايشو هولدر اكتر من مره وشفت الشيفت في نفسي من ناحيه ريليشن شيبس، صحتي، سيلف استيم، كونفيدنس، الماني، ورك، كل الكلام ده اتحسن. بقيت انا واحده تانية مع الوقت. يعني انا كنت لقيت نفسي حتى وانا بمشي كنت بقتبه وعامله كده ومش عايزه حد يشوفني وعلى طول شاي. دلوقتي لا، هتلاقي ظهري مفرود وصوتي بيعلى وعندي التلقائيه ان انا اتكلم ودافع عن نفسي واعرف اتكلم بصوت عالي. ما عنديش مشكله في الحته دي، ودافع عن نفسي والكونفيدنس عالي بقى. فظهري مفرود واعرف الصح ومن الغلط واعرف اعبر عن نفسي. واو، حلو قوي قوي. طيب عايزين نعرف بقى ايه اللي خلاكي تتجهي وتحضري كورس الرقص؟ اوكي، دي حاجه من ناحيه حاجه انا بشتغل عليها اللي هي الفيمينينيتي. يعني كل واحد بيروح لحد لازم يكون اوريدي بيشتغل على نفسه في حاجه. فانا المره دي انا داخله في الايه، في الفيمينينيتي ارا وكل الكلام ده. فبقالي كتير جالي انجريز كتيره من الرياضه اللي كنت بلعبها، فطبعا مليت وبعد كده جالي رحت بقى علاج طبيعي وبتاع. فدلوقتي عايزه افوكس انا بقى على صحتي تاني. فقلت ابدا بالراحه ان انا عايزه حاجه تخليني بروتين وطلع في نفس الوقت ان ايه انا عارفاكي وفي نفس الوقت ان هو حاجه ليها علاقه في الفيمينينيتي. فطبعا رحتوا كمان جنبي فالمواعيد مناسبه معايا فكانت تحفه بصراحه. طيب ايه يعني انت يعني حسيتيه او لقيتيه عندنا في الكلاس؟ انا عجبني انتي بالذات وعامله كمان بروجرام. يعني انا كنت فاكره ايه درس رقص كده وخلاص، انا ما اعرفش، ما عنديش اي اكسبكتيشنز. لقيت اول نص ساعه يوجا وفلكسبيليتي، الله ده زي الفل. وبعد كده تخشي على الرقص وبعد كده انتي
عندك حياه وروحك حلوه وكده ومبتسمه على طول وبتلقطي على طول الناس اللي على طول بترقص. وكلنا كنا كوميونتي، احنا طبعا كلنا اول مره نيجي وما نعرفش حد، فيوجولي بيبقى فيه كسوف وبتاع. لا احنا كلنا فرحانين مع بعض وكلنا كويسين مع بعض. وحتى لما انت بتقولي لنا طب تعالي انت اقفي قدام، ما فيش اي احراج ما فيش اي حاجه وبنضحك على بعض عادي، مفيش اي مشكله خالص. فحتى يو بيلت كوميونتي من الناحيه دي. حتى الكلاس نفسه الصغير اللي هو فيه 20 واحد ولا 25 واحد، ذاتس ات، اتس فيري نايس. واو حلو قوي. طيب ده حاسه ان هو في الفيمينينتي او في الثقه بالنفس ممكن يساعدك في حاجه كلايف كوتش؟ طبعا من احدى الحاجات اللي بتساعد حاجه اسمها دانس ثيرابي. واكتر حد انا عارفاه بيعمل الموضوع ده انتجرال كوتش سمر سعيد. فهي سمر كانت طالبه عندي وبحبها. سمر فازت مسابقات. فالدانسينج ثيرابي ليه ميزات كتيره جدا. فانا بدات بس من الحته دي الفيمينيتي، او انا احرك جسمي وده حاجه رياضه كويسه. وكمان ناحيه الفيمينيتي، وبعد كده بريزنس، تعرفي جسمك وتعرفي يتحرك ازاي وجسمك مرتاح في ايه وجسمك مش مرتاح في ايه. وكل حركه بتحسن من الدوره الدمويه اللي عندك، فتخليكي نشطه وتخليكي more in tune with your femininity and your how you look and you perceive towards yourself. واو حلو قوي. طيب كلايف كوتش ايه السيشنز اللي ممكن نقول ان هي كانت اغرب سيشن انتي عملتيها مع كلاينت؟ هي ما فيش سيشن زي التانية. كل حد بيجي انا لازم ابقى present ولازم اعرف هو جاي يشتكي من ايه، عايز ايه. وفي الاخر ممكن يكون حاجة تانية خالص، واحدة تانية حاجة تانية خالص. فكل سيشن تبقى مميزة عن التانية، ما فيش صنبة ماشية مع اي حاجة. بس يوجولي اي حد اللي بيجي بيشتكي بيجي يبقى تفكير، طريقة تفكير، confidence، family issues، relationship issues، في حاجة متكررة، عايز حاجة يوصل لها. كل ده ممكن اساعده. جاتلك حاجة كانت جديدة، كانت مختلفة عن يعني عن الواقع، عن حاجة طبيعية بتحصل مثلا ممكن نقدر نقول sexual harassment؟ اوكي جت. انا ما كنتش عامله حساب. بتحصل كتير. بقت كتيره جدا. طبعا بتحصل كتير. ولما بتيجي تتشافي من الموضوع ده بتلاقي عندك فتح وقبول لنفسك لحته كانت ضلمه خالص واتفتحت من هنا. بتلاقي نفسك واحد تاني خالص، عشان بعد كده كل ما تزيدي في الوعي وتعالجي التروما دي، بعد كده انتي نفسك تبقي قدوة للناس اللي حصل فيهم الموضوع ده. وفي الاخر معظمهم بيبقوا كوتشز برضو. طب تقدري تقولي ايه للستات اللي ممكن او البنات اللي مش قادرة ان هي تقول انا حصل لي تحرش او حصل لي موقف زي كده؟ يعني ممكن بيبقى عقلها الواعي بتحس ان هي تخطته، بس بعقلها اللاواعي اللي من جوه هي ما تخطتهوش. او في ناس بتبقى عندها كوابيس او whatever. يعني ممكن تقولي للناس دي ايه، دي ايه ودي ايه؟ طيب الناس دي ممكن ما بتطلعش الموضوع ده بسهولة. اوكي. وبتيجي لازم يبقى عنده سيف سبيس معاكي، انك تفتحي الموضوع، ان هو واثق فيكي لدرجة انك مع الوقت تفتحي الموضوع ده. ممكن ما يجيش من مرة، ممكن يجي بعد 20 جلسة. we don't know. مع الوقت لما هي الكلاينت يجي تثق فيكي، whether بنت او ولد حصل لهم الموضوع ده، طيب اوكي انا هبدا احس اذا كان لسه تخطى الموضوع ده ولا لسه، whether في حته في جسمها تقدر تلمسها ولا لا. how is your relationship with your partner هتبقى عامله ازاي، انت بتكلمي نفسك ازاي، بتكلمي المنطقه دي ازاي لو حاجه اتلمست. يعني تخصصك كان في مرحله الطفوله. مرحله الطفوله علينا كلنا مختلفه. ازاي يعني ممكن اقدر ان انا اكتشف ان انا عندي مشكله من الطفوله؟ اكتر حاجه هتبان فيها العلاقات. يعني هي الطفوله هي دي اساس بنيانك لنفسك، طريقه تفكيرك. فبقى عندك طريقه تفكير you attract people to you. فالناس دي هتوريكي اذا كان في ايش ولا لا. الوعي بقى بيزيد لما تكتشفي ان في اكتر من مره يحصل كده. فكده بقى بمعنى تكرار المشكله نفسها او تكرار البني ادمين بنفس الصفات. يس بالظبط. فالانر تشايلد اصلا اكتر حاجه لو اشتغلتي عليها اكنك يعني انت ما ينفعش تبني عماره من الدور الثاني. فالدور الاول هو الاساس. لما تظبطي ده هتلاقي العماره بتتبني سموث مش هتقع. انا عايزه اقولك ان انا شخصيا اكتشفت برضو ان انا كانت عندي مشكله قبل ما اتولد كمان وانا بيبي. طبعا يعني فوجئت ان انا كنت مفروض ان انا اتولد في السابع،
مامتي ولدتني في التاسع، فانا فضلت اصارع الموت لمدة 2 شهر واصارع الجوع بطلة. وحاجات كتيرة جدا. فده اكتشفته بعد كده ان ده زي ما اثر عليا. طبعا. هو ده حقيقي يعني. Yes. في حاجات من الصغر مهمة جدا. يس. ايه تاني ممكن تقوليه لأي حد اتعرض لمشكلة ومحتاج مساعدة؟ وانا دايما حتى لما بتيجي اي كلاينت عندي بتقول اي مساعدة دايما او اي مشكلة، فدايما بقول لها افضل ان انتي تروحي لمتخصص. زمان كنت انا فاكره ان احنا لما كنا بنقعد مجموعه مع بعض بنتكلم اصحاب كل واحده بتقول رايها، دلوقتي انا بقيت بقول لا، احنا كل واحد ما مرش بالتجربه بتاعتها، ما يعرفش شخصيتها، بس هو محتاجه ان انتي تروحي لحد. انتي بتشوفي ده ايه دلوقتي؟ يعني حاسه ان انتشرت قوي، بقت عادي اكتر من زمان. الوعي زاد قوي الحمد لله، وبالذات الوعي للستات عليه اكتر. الناس تيجي لما تشوف ان هي حاسه ان في حاجه غلط، عايزه تكتشف نفسها، عندها مشكله في الكونفيدنس بتاعتها، افكارها مش عاجباها، حد قال لها حاجه على طول بتتنرفز، ممكن كمان eating habits مش مظبوطة، addiction ساعات برضو بتحصل ممكن تيجي. فأنا ما بعالجش اللي هو حاجة ليها علاقة بأدوية أو كده، لا، ده طبعا لازم تروح دكتور متخصص، حد عنده mental issue بقى، لا ما فيش ده. أنا بتاعت أفكار، أنا بتاعت emotions، أنا بتاعت healing من ناحية أي traumas حاجة زي كده، أوكي، بس أكتر من كده لازم تروح متخصص طبعا. تلمستي العزيزة، ممكن تقولي لي ايه رأيك فيا كمدرسة، وايه رأيك في التعليم، وايه رأيك في الكورس كتكنيك؟ انا عجبني قوي قوي. انا اصلا عارفاكي من كل السيشنز بتاعتنا اصلا، لما انا كنت بنروح انا معاكي باخد كورسات، او عجبني اصلا موضوع ان الحركه بتخليكي انتيون مع جسمك، وانتيون مع جسمك بتعرفي نفسك اكتر، وتعرفي الكونفيدنس بتاعك ازاي، وتعرفي جسمك مرتاح فين ومش مرتاح. حتى الاكل ممكن تعرفيه من طريقه جسمك. فانا عجبني فيكي انك انتي عندك presence عالي قوي، وضحكتك على طول موجودة، وعجبني البروجرام بتاعك، حسيته very professional. لما كنتي الأول بتعملي نص ساعة flexibility، أي حد ممكن ما تمرنش بقاله كتير لازم يتمرن الأول flexibility عشان ما يحصلش أي injuries، وبعد كده لما جينا كلاس نفسه انتي منفتحة وكلكم عرفوا على بعض اساميكوا ايه، بتبصي كل واحد في عينيه، وحتى في الاخر السيشنز لما كل واحد يطلع قدام مفيش اي كسوف، كلنا بنغلط وبتضحكي وكلنا ريحة. بصي لا، او 10 جنيه تأخير 10 جنيه انا يو 20 10 جنيه تأخير، 10 جنيه للأولى، فبتلمي النقطة كل مرة. ايوه. بجد مبسوطة جدا. ثانك يو. مبسوطة ان انتي معايا، مبسوطة ان يا رب يكون الكورس مأثر معاكي ومأثر في حياتك طبعا بشكل ايجابي. وثانك يو سيرين، ميرسي، ثانك يو.